السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة هنعمل مع بعض تكملة الفيديو اللي فات. اللي متابعني هيعرف ان انا كنت في السوق ووريتكم مشتريات السوق، وقلت هنعمل الملوخية مع بعض بس في فيديو تاني علشان ما اطولش عليكم. انا في الفيديو ده بعمل معاكم الملوخية بطريقة جديدة، وهي مش جديدة، هي طريقة قديمة بس أول مرة يعتبر حد يعملها بالطريقة دي. أنا ما شفتهاش حد بيعملها غير أمي، ربنا يديها الصحة يا رب. بس الطريقة دي مضمونة 100%. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا أنا عملتها ازاي بطريقة سهلة جدا جدا جدا، والقوام اللي انتوا شايفينه باللون اللي انتوا شايفينه ونفس وطعم بصراحة حكاية حكاية بجد. فانا قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نضغط لايك ونوصل الفيديو ده لاكبر عدد من المتابعين، واللي ما اشتركش في القناة يشترك دلوقتي حالا ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. معايا هم شوية الملوخية اللي انتوا شايفينهم دول، كانوا جايين ليا من عند سلفتي. فانا بقى ايه خدت بصوا طرف الملوخية من فوق كده، ده اللي انا هعمله ملوخية خضرة هطبخها. بقية العيدان انا بنقي النضيف اللي فيها والورقة الصفراء برميها عشان هنشفها معاكم في القناة برضو. تابعوني ان شاء الله نعمل حاجات حلوة كتير، وعشان برضو مفيش حاجة تترمي. وبعدين الملوخية ناشفة بتتباع غالية قوي في الشتاء، فاللي يفيد مننا دي احنا هنعمله طبخة ولا طبختين او حاجة وتبقى عندنا الملوخية بتاعتنا. هنا بقى ايه في الخطوة دي انا خلصت اهوت، هروح بقى اغسلها وبعدين انشفها واجيبها. كنت غسلتها وفردتها على الطبق وطلعتها البلكونة بس لحد ما نشفت خالص خالص كده من المية، مفيش فيها ولا نقطة مية. فانا هجيبها بقى اخرطها معاكم اهو بالمخرطة. المخرطة لازم تبقى ايه الملوخية متهوية معايا ما تتعجنش. فانا لما كل ما اخرط حبة بحبة اهوي الملوخية قدامي. ما بحبش ان انا المها كده تبقى معجونة، لا بتتهوى وبتبقى حلوة. احلى تخريط الملوخية وتطلع ناجحة معاكي خرطيها بالمخرطة احسن من الكبة مليون مرة. دي الطريقة الاساسية والفلاحي الاصيل بتاع الملوخية. طبعا غير الطشة انا هعملها بطريقة جديدة، او قصدي بطريقة غير اللي انتم متعودين عليها. تابعوا معايا الفيديو وهنشوف عملناها ازاي. انا عملت الملوخية بعد ما خرطتها، ما خرطتهاش اللي هي ايه ولا ناعمة قوي ولا خشنة قوي. يعني ال- الخرط بتاعها يبقى ولا يعني ناعم ولا خشن زي ما انتم شايفين كده معايا في الفيديو اهي، ولا ناعمة ولا خشنة ولا معجونة. معايا هنا بقى معانا 3 قرون من الفلفل، ومعانا شوية شوربة فايضين مني من الفراخ. ببقى بستحرص عليها برضو الملوخية البامية لو انا هعمل اي حاجة مش جنبها فراخ او كده او لحمة، لازم يبقى عندي المرقة دي اعمل بيها الاكل بيطلع نفسه حلو. معايا هنا راس من التوم الصغيرة، طبعا دقتها في الهون نفسه تحفة يا جماعة. ولا تقولولي كبة ولا مفرمة ولا الكلام ده كله. الهون بيطلع نفس التوم تحفة. خلصت التوم وحطيته في الحلة اللي انا هعمل فيها الملوخية وهتشوفوا هعملها ازاي. وبعدين هدق الفلفل طبعا برضو نفس تاني. نفس تاني الهون في دق التوم او الفلفل بيدي نفس. حتى وانا بدق والله بنتي دخلت عليا بتقولي ايه الاكل الجميل اللي انت بتعمليه ده يا ماما؟ 4 سنين. فمتخيلين ان الاكل طعمه ونفسه وريحته عامله ازاي. احنا بنستسهل وبنعمل بالطرق الحديثه، بس الطرق القديمه نفسها احسن 100 مره في الاكل وعمايل الاكل من الطرق من الحاجات الحديثه بتاعت اليومين دول. انا بقى بصوا بعمل الطشه بتاعتي ازاي. انا بعملها قبل ما اسوي الملوخيه. عملتها الاول اهو، حمرت التوم وبعد كده نزلت عليه بشوية كزبرة ناشفة وشوية كمون. واول لما احمر خالص نزلت عليه بشوية الشوربة بتوعي. والله العظيم يا جماعة اول ما تعملوا الطريقة دي مش هتعملوا غيرها، وهتدعولي ان هي انجح طريقة في عمل الملوخية الخضراء.
في طعم وقوام ولون وريحة وكل حاجة. في الوقت ده انا كنت شامة ريحة الملوخية بجد، كانت ريحتها قلب البيت وقلب الشارع، حتى حماتي بتشم ريحتها وتعرف ان انا عاملة ملوخية في الوقت اللي انا بعمل فيه الطشة ده. هنا بقى ايه، بعد ما ضفت المية مع المرقة لان المرقة لوحدها مش هتكفي، حطيت مرق قالب بشوربة، وحطيت اللي هو الفلفل اللي انا دقيته معاكم في الهون، واستنيت خالص لحد ما غليت معايا، وهنزل عليها بالملوخية الخضراء. هسيبها لما تغلي مع نفسها، وبعدين هقلبها تقلبتين كده يعني لمدة 5 دقايق بالظبط، وهرفعها من على النار. يعني متاخدش اكتر من 5 دقايق، سريعة قوي وسهلة قوي الملوخية. انا بقى لو كلت ملوخية من هنا للسنة الجاية كل يوم انا مش هزهق منها، انا بحبها قوي بالذات الخضرة عن الناشفة يا جماعة. فيا ريت بقى اللي وصل معايا لحد هنا يضغط لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. بص اللون بتاعها لونها خطير ازاي، عشان انا غسلاها كويس قوي وسبتها لما نشفت وبعدين خرطتها. بصوا لازم تشيلوا الريم اللي بيعملوا على الوش ده، وش الملوخية انا بشيله ارميه. بصوا بقى القوام، بصوا جمال، بصوا اللون، تحفة تحفة قوي يا جماعة. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله هتعتمدوها على طول في عمايل الملوخية. انا بقى ايه، احنا بنقدم جنبها الملوخية مش بنعملها جنب رز وفراخ، لا، احنا في الفلاحين هنا لازم تبقى لقمة حرشة. لقمة حرشة اللي هي ايه، بتتاكل بالعيش الفلاحي وجنبها ايه، شوية اكل فلاحي كده. فانا عملت جنبها 4 بتنجانات اللي انتوا شايفينهم دول، برضو كنت جايبهم من السوق امبارح. جبت 4 بتنجانات لان انا اللي هاكل لوحدي او ممكن حماتي تاكل معايا، فانا عملت 4 يا دوب بس على قدنا لان البتنجانة دي تخينة. ومعاها 4 قرون فلفل، ومعاها 4 فصوص والخمسة من التوم. بدقهم في الهون، برضو في الهون بيدي نفس حلو قوي لدقة التوم مع الفلفل، كانت خطيرة. ومعاهم شوية كمون وبعدين شوية ملح، وهدقهم لحد ما ينعم خالص. ومعايا هنا على النار جبت البتنجان بتاعي بعد ما فتحته زي ما انتم شايفين، ونار هادية خالص، وهوطي عليه خالص لحد ما يستوي براحته ويطرى خالص، واطلعه ما يبقاش محروق، ويبقى زي ما انتم شايفين كده ولا هو محروق، ويبقى طري خالص. هفتح الفتحة اللي انا كنت فتحاها واحط فيها الدقة، ويا ريت بقى على وش كده خالص بعد ما نخلص عصرة ليمون، بتدي نفس وطعم للبتنجان ما اقولكوش في حتة تانية خالص. ده اسمه بتنجان مدحرج بالدقة، احنا بنقول عليه كده دحرج بتنجانتين على البوتاجاز. بنقدم جنبها عيش فلاحي من اللي احنا بنخبزه في الفرن الفلاحي، بيبقى نفسه مع الاكله دي خطير. هنا معايا حته جبنه قريش فلاحي كده، اتفضلوا معايا والله كانت لقمه جميله وطعمها تحفه. هنا معايا فلفل وليمون احنا مخليلهم في البيت هنا، مش شاريينه من بره، وهنعمل مع بعض الليمون. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى ليمون مخلل، فخلوكم معايا وتابعوني. باي.